عندما ننتقد هذا لا يعني أننا ضد مصلحة البلاد. كي ننتقدوا يا ناس يا سي تبون، كي نقولوا لك حاجة ننصحوك نصيحة لوجه الله وننتقدوا رانا ننتقدوا لمصلحة البلاد خوفا على مصلحة البلاد. ماناش عملاء وخونة وضد مصلحة البلاد وضد خير البلاد وتحطيم البلاد، لا. أنا نقول لكم باللي يا ناس الطريق هذه ما تديش، الطريق هذه ما تديش يا تبون. الوفد اللي راهو معاك راهو يعمي فيك، الوفد اللي يعمي فيك اخطيك منه، الناس اللي راهم يطبعوا فيك الهاوية اخطيك منهم. مشروع غار جبيلات قلنا لك يا سي تبون مشروع فاشل ومشروع حلم. قنعت روحك وحاولت تقنع الشعب الجزائري واي واحد ضدك تدخلوا الحبس، دكتور سلامة او في السجن مسكين، لانه قال لك بلي مشروع لا ينجح، مشروع فاشل غير ممكن تحقيقه، راهو مرمي في السجن. غلطوك يا تبون، والظلم ظلمات يوم القيامة، وانت ظلمت دكتور سلامة. دكتور سلامة ربي يطلق سراحه مظلوم، قال كلمة حق، رجعوه خائن وعميل وأصول مغربية وعنده علاقة بالمخزن المغربي وحرشوه وكذا وكذا وكذا. أنا ممكن لو كان لقاو عندي كش مصيرة بالمغرب يقول لك عميل مغربي وبوي وجد وكذا، الحمد لله أنه جد الراسة تاع جدي جزائري، ما عندي حتى علاقة بالمغرب. أنا حتى بوي الله يرحمه ما زارش المغرب، لا بوي لا جدي لا عمي لا خوالي كاع ما حتى واحد ما زار. نظن حتى خاوتي ما زاروش، أعتقد حتى خاوتي ما زاروش المغرب، أنا أكيد ما زرتش. يعني خافوا ربي يا ناس، يا ناس خافوا ربي. انا نقول لكم بلي الطريق هذه ما تديش. غار جبيلات مشروع فاشل. شوفوا لنا غار جبيلات، غار جبيلات التلفزيون الجزائري وش يقول ورا التلفزيون؟ في عمق الصحراء الجزائرية الشاسعة وفي قلب ولاية تندوف يبرز منجم الحديد غار جبيلات أخيرا كأحد أهم وتعزيز السيادة الاقتصادية وبناء صناعة حديد. هذا المنجم تتبلور آفاق صناعية جديدة الاستراتيجية للاستثمارات العمومية والخاصة، المراكز الصناعية والأكثر تنوعا. مشروع غار جبيلات يعد رمزا لنفس اقتصادي متطلعة إلى لعب دور، يعد رمزا للسيادة يتجدد معه الأمل في مستقبل الأجيال القادمة. على كل حال هذا المشروع اللي صدعوا لنا راسنا به، والرئيس راح مرتين وثلاث مرات يدشن فيه، والوفود الوزارية وطالع هابط وكذا وكذا. مشروع المناجم في العالم يا ناس، المناجم في العالم، أي منجم في العالم سواء منجم حديد أو منجم ذهب أو منجم فوسفات أو أي منجم، يشتغل 24 ساعة 24 ساعة، طروح فويت ما عندهمش، ما يحبسش المنجم يا ناس. ماهوش جني الزيتون كي ينضج الزيتون روحوا نحوه، ولا العنب كي يوجد نحوه. منجم 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 يخدم اش 24 في الليل في النهار. روحوا شوفوا المناجم في العالم، اي منجم في العالم سواء منجم فوسفات منجم حديد منجم، يا ربي كارير تاع الحجر اللي نحو الحجر، الكارير تاع الحجر يخدم في الليل وفي النهار. في الليل يخدم بلي بروجيكتور وفي النهار يخدم ولطاش الدنيا تخدم، والماشينات يخدموا دي بريغاد، هي هذه تخدم 8 سوايع على 4 سوايع، بدل كذا 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 ثوره كما شفنا في الروبورتاج. اي منجم في العالم يشتغل مثل خليه النحل، كاميو داخل كاميو خارج كذا، لي بروجيكتور الماشينات التران طالع هابط كذا. هذا هو المنجم، هذا هو المنجم. قلنا لكم بلي مشروع يكذبوا ذر الرماد بعد كتفاء انتهى. انا قلت لكم بلي المنجم هذا غير صحيح، وخدعوا الرئيس تبون وخدعونا، خدعوا الشعب. انا كان على بالي لانه عندي مصادري مؤكده، وكان نعطيكم مصادر اخرى اللي تزيد لكم. سبحان الله، ربي سبحانه كيحب يكشف عبده ويكشف الحقيقه. صدفه كاين رحاله سعودي، اللي هو هذا الرحاله السعودي، هذا الرحالة السعودي اللي هو خالد الجابر، راح قام بزيارة إلى غار جبيلات. قال لهم الحمد لله المسار جبيلات ينتهي بنجاح، الحمد لله أصبحت أول دراج مغامر يصل إلى منجم غار جبيلات. ها هم غار جبيلات.
هذا هو اللي وصل، هذا هو الغار جبيلات اللي كان فيه رئيس جمهورية وتصوار والكاميرات وكذا وكذا. هذا هو الغار يا أخي، هذا هو بصراحة ما تبدلش. هذا هو غار جبيلات. غار جبيلات هذا هو اللي راح ليه عنده يومين. شحال لا دات هو عنده يومين ملي كان فيه. شحال لا دات راهي لو البارح كان فيه. وراه المنجم وراهم الكوام ولا روبو عطلة داو عطلة. ايه صح، هما في جوان ما يخدموش. عندنا احنا في الجزائر المناجم جوان جوي اوت ما يخدموش لانه السخانة في تندوف. في سبتمبر يروبرونيو. هل يعقل هذا؟ منجم عساس ما كانش، يا ربي عساس ما كانش. راكم تشوفوا ما كان عبد ما يسعاش. وراه حطونا نشوفوا كشما واحد هنا وراه الرحالة هذا. ها هو وين الرحالة. شوفوا الفيديو. أخيرا وصلت إلى منجم غار جبيلات. تفضلوا، هذا هو المنجم. وصلت بالدراجة، وأنا والعياذ بالله من كلمة أنا أول شخص على دراجة نارية في التاريخ يسلك المسار كامل من وكران إلى محطة غار جبيلات إلى من غار جبيلات فارغ. يا ربي القط ما يسعاش، زاوش ما يسعاش. عمركم في حياتكم شفتوا منجم فارغ؟ هذا المنجم هذوك الكوام اللي جابوهم كراوهم وذيك الماشينات والحفارات وكذا والقطار واطلع وهبط كله اختفى بعد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون. اختفى لأنه هذه المنطقة منطقة محرمة، واحد ما يوصل لها إلا بتصريح طوريزاسيون. هذا عطاو اوتوريزاسيون من وزارة السياحة أنه يروح يزور، عطاو تصريح من القيادة العسكرية أنه يوصل لتندوف. إذا وصل وورى الحقيقة، لأنه اللي يوصلوا لهذيك المنطقة لازم له تصريح. منطقة عسكرية ومنطقة حساسة ما تقدرش تروح لها. لهذا السبب اللي ما كانش عندنا الحقيقة هل المنجم يشتغل أم لا. لكن ربي سبحانه بالصدفة هذا الرحالة السعودي وصل بالموطو تاعو وكشف الحقيقة أنه المنجم غير موجود، ما كانش. هذوك العفير اللي كان فقط باش يشوف الرئيس تبون والوفد المرافق له. بعد زيارة تبون كل شيء انتهى، رفدوا باجاجهم طربقوا.